السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنخلص ليسون 4، وهو آخر ليسون في يونت 2 اللي هو chapter 2 ليسون 1 يعني، بس إحنا عشان كاتبينه في الكتاب ليسون 4. تمام، اللي هو calculation of chemical formula. جاهزين؟ يلا بينا. في البداية احنا هنبدأ بالجزء الأولاني اللي هو البرسنتج بتاعتنا. كلام جميل يا مستر، يلا بينا. هتلاقي هنا مكتوب عندك percentage composition. في البداية بيقول لي calculate the mass percentage of silicon in orthosalicylic acid. تمام، يلا بينا كده نشوف. يلا يا مستر، H4SiO4. حاضر، انت عايز البرسنتج من عينيا الاتنين. البرسنتج بتاعت السيليكون ايكوال السيليكون كام واحدة؟ هي واحدة بس على الكومباوند كله CH4SiO4 multiply 100. وطبعا هنعوض. تعال نشوف الاتوميك ماس اوف سيليكون 28. انا عندي 4 هيدروجين، 4 باي 1 يعني 4 بلس واحدة سيليكون يعني 28 بلس كام اكسجين؟ 4 اكسجين يعني 4 باي 16. وبكده يبقى احنا خلصنا الإجابة الأولانية، هتطلع معايا 29.1 يعني approximately equal 29%. طيب تعالى في السؤال اللي بعده، بيقول لحضرتك calculate the mass percentage of oxygen in magnetite ore to the nearest whole percent which a chemical formula Fe3O4. من عينيا الاتنين. انت عايز مين؟ انا عايز الاكسجين، نفس الطريقة بنفس كل حاجة. هجيب البرسنتج بتاعت الاكسجين هتساوي كام اكسجين؟ 4 يبقى 4 باي 16 على الكومباوند كله اللي هو 3 باي 56 بلس 4 باي 16 واعمل ملتبلاي 100. وكده انا خلصت الاجابة، واجابتي هتكون 27.5 approximate equal 28. تمام يا شباب. هنا بيقول لي what is the mass percentage of oxygen هنا في الكبر سلفيت 5H2O to the nearest decimal place. حاضر، انت عايز الاكسجين بس. ايوه يا مستر، يبقى الاكسجين ايكوال انا عندي كام اكسجين؟ هنا 4 وهنا 5 باي 1 يبقى 9 اكسجين، يبقى 9 باي 16. واخد اجيب المولر ماس للكومباوند كله. الكبر ب 63.5 بلس السلفر ب 32، الاكسجين 4 باي 16، الهيدروجين 5 باي 2 يعني 10 يبقى 10 باي 1 بلس الاكسجين 5 باي 1 يعني 5 يبقى 5 باي 16. وبكده يبقى احنا حسبنا، وما ننساش نعمل ملتبلاي 100. كلام جميل. تعالى في نمبر 4، بيقول لي compound contains the element nitrogen and hydrogen. If you know that when a 20 gram sample of the compound is decomposed. حلو قوي. 14.7 gram of nitrogen remains, then the percentage of hydrogen in the compound equals ايه؟ طب يا مستر اسلام، مش انت عندك كده كده الكومباوند كله 20 جرام منه نيتروجين، ده يبقى الهيدروجين قد ايه؟ لان انا عايز اجيب البرسنتج بتاعتها. قال لك ساعتها هيبقى 20 minus 14.7. 20 minus 14.7 اللي هم بتوع النيتروجين، هيديك الهيدروجين 5.3 جرام. روح اجيب البرسنتج بقى بتاعتها اللي هي هتبقى 5.3 over 20 اللي هي التوتال ملتبلاي 100. وبكده الإجابة بتاعتك هتطلع 26.5. In gaseous compound composed of carbon and oxygen, the percentage of composition of carbon could be expressed. والله يا مستر، هيبقى البرسنت اوف كربون هتساوي الاتوميك ماس بتاعت الكربون على الكومباوند كله، يبقى الإجابة سي. هنا aspirin with the molecular formula C9H8O4 is widely used in medication to relieve pain and fever. Which of the following is the percentage composition of aspirin؟ حاضر، انت عايز الكومبوزيشن، البرسنتج كومبوزيشن يعني عايز البرسنتج بتاعت الكربون والهيدروجين والاكسجين. انا هعمل لكم بتاعت الكربون وانتوا كملوا الباقي.
عندي 9 كربون، الواحدة ب12 زي ما هو كاتب لي هنا اهوت، اوفر الكومباوند كله. عندك 9 باي 12 بلس عندي كام هيدروجين 8 يبقى 8 باي 1 ب 8. بعد كده كام اكسجين 4 باي 16، وكل الكلام دوت ملتبلاي 100. في الحالة اللي زي ده مستر هيطلع بكام؟ قالك هيطلع ب60%. فين 60%؟ فالإجابة هتبقى دي، وانت طبعا تكمل الهيدروجين والأكسجين عشان تتأكد. تمام يا دك؟ تمام يا مستر. يلا نكمل. بيقول لحضرتك ايه؟ ميلانين is a neutral skin pigment. Its chemical formula is C18H10N2O4. What is the mass percentage of oxygen in melanin؟ خلاص انت عايز الماس برسنتج بتاعت الاكسجين عشان ما اضيعش وقتكم. عندي كام اكسجين؟ عندي 4، يبقى 4 باي 16 اوفر الكومباوند كله على بعضه، يعني 18 باي 12 بلس 10 بلس 2 باي 14 بلس 4 باي 16، وبكده نعمله ملتبلاي 100 يطلع الناتج بتاع حضرتك اللي هو هيبقى كام يا مستر؟ هيبقى 20.1. نمبر 8. تعال نشوف نمبر 8. بيقول لك sample of a compound has a mass of 80 gram and is composed entirely of elements X and Y. يعني X و Y عاملين 80 جرام. Elemental analysis showed that إن السامبل contains 20 جرام من ال X، يبقى في قد إيه من ال Y؟ في 60 جرام من ال Y. The nearest percentage point. What is the mass of Y in the sample as percentage؟ حاضر، ما انت كده كده الماس بتاعت ال Y هتجيبها عن طريق ان انت كان عندك 80 جرام توتال، في منهم 20 جرام X، يبقى ال Y 60. انت بقى عايز تجيب البرسنتج بتاعت ال 60 دي اللي هي 60 over ال 80 by 100. في الحالة اللي زي دي تطلع 75%. 75%. يلا نمبر 9. 5 جرام sample of spinal fluid contains 3.75 ملي جرام، اللي هو ده بالجرام يعني. الراجل ده جدع قوي عشان هو حولها لي of glucose. What is the percentage by mass of glucose in spinal fluid؟ انت عايز البرسنتج باي ماس بتاعت الجلوكوز. طب مش هو ده الجلوكوز ودي السامبل؟ طب ما خلاص اعملهم ديفايد بعض، يبقى البرسنتج بتاعت الجلوكوز هتساوي 0.00375 over 5 by 100، وساعتها الإجابة بتاعت حضرتك هتطلع 0.075. تمام. What mass of oxygen is in a 25 gram sample of TiO2؟ Give your answer to the nearest whole number. حاضر، انت عايز مين؟ انا عايز الماس اوف اوكسجين is in 25 جرام. هنا يا شباب لازم نركز بس شوية صغيرين. طالما انت عايز الماس اوف اوكسجين في سامبل زي دي، تعالوا كده معايا لحظة. هي 25 جرام ماشي. انا معايا هنا هو التيتانيوم اهو، انا معايا تيتانيوم اوكسيد، صح الكلام؟ نقلل السكنس شوية، هو سن كده. تيتانيوم اوكسيد، وعندي الماس اوف سامبل 25 جرام، دي الماس اوف سامبل. انا عايز البرسنتج اوف اوكسجين اللي فيها الماس اوف سامبل دي. انا عايز، لا انا اسف، انا عايز الماس اوف اوكسجين. يبقى ماس اوف اوكسجين ديفايدد، برافو، ديفايدد السامبل كلها اللي هي 25 جرام ملتبلاي 100. انت عايز مين بقى يا مستر؟ انا عايز دي اللي هي الماس اوف اوكسجين، ومعايا دي ومعايا الرقم، بس ده مش معايا. طب ما تيجي نروح ندور عليه ازاي؟ جوه الكومباوند يا باشا. فساعتها نجيب البرسنتج اوف اوكسجين هتساوي، عندك كام اكسجين جوه الكومباوند؟ 2، يبقى 2 باي 16 ديفايدد التيتانيوم عندك بكام يا باشا؟ والله يا مستر التيتانيوم ب 47.88،
يبقى 47.88 بلس 2 أكسجين يعني 2 باي 16 ونقول multiply 100. في الحالة اللي زي دي البرسنتج هتطلع بكام يا باشا؟ هتطلع ب 40%. تطلع بكام يا بيه؟ 40%. تاخدها وتعوض بيها هنا اهو. تاخد ال 40% تعوض بيها هنا اهو. ساعتها يا مستر اسلام قصدك تقولي ان 40% هتساوي الماس of oxygen divided 25 جرام by 100. قالك ساعتها ده باي ده 25 multiply 40 divided 100 يديك الماس على طول. يبقى الماس equal 25 by 40 over 100. وشوف هتطلع عندك بكام. طلعت بكام يا مستر؟ طلعت ب 10 جرام. 10 جرام. ودي الستبس بتاعتها، يا ريت تصورها يا باشا. يلا بينا نكمل. يلا يا مستر. فهتطلع الإجابة عند حضرتك ب 10 جرام. بيقول لك compound Y contains one atom of element X per formula unit. The relative formula unit mass of Y is known. What is the formula for expressing the mass of X؟ حاضر، ما انت عايز الماس of X compound as Y percentage. X in compound Y as percentage. انا عايز البرسنتج بتاعت X، هيبقى الماس بتاعت الإكس فوق على الماس بتاعت الواي تحت، صح؟ فبالتالي الإجابة هتبقى B لأن السامبل بتاعتك هي الواي. تعال نشوف 13. ethylene glycol has formula اللي قدام حضراتكم ديت. which element constitutes the largest percentage by mass of the ethylene glycol؟ مين اللي عنده large percentage؟ والله يا مستر انا هحسب واحدة من دول، فاللي عندها large percentage هي اللي هاخدها. فانا هاخد الاكسجين لان هي دي الاجابة بتاعتنا. فحضرتك هتروح تعمل البرسنتج عادي خالص بتاعت الاكسجين وبتاعت الكربون وبتاعت الهيدروجين، وتاخد هنا كام اكسجينة؟ 2 اكسجين، يبقى 2 باي 16، وتحط الكومباوند بتاع حضرتك كله هنا وتعمل ملتبلاي 100. شوف مين عنده اكبر برسنتج. تمام. شوف كده نمبر 14. بيقول لك compound Y contains known mass of element X. What is formula for expressing الماس of X؟ طب ما ده نفس الأسئلة اللي بتجيلنا، نفس الأسئلة. فالإجابة بتاعتك دي اللي هي الماس of X على الماس بتاعت الكومباوند كله اللي اسمها Y. نمبر 15 بيقول لي ايه في نمبر 15 يا مستر؟ بيقول لك what is the empirical formula. حاضر. what is the empirical formula of a compound if a sample of it contains 5.31 gram of chlorine and 8.4 جرام of oxygen. حاضر، ما انت عندك الكلورين اهو يبقى Cl، اكسجين اهو، وهاخد الخط كده زي ما اتعلمنا في السنتر، ونقول هنا نقول number of moles يعني mass over atomic mass over atomic mass. حاضر، الماس بتاعت الكلورين 5.31 والاتوميك ماس بتاعت الكلورين 35.5، فدي هتطلع ب 0.149. تمام. طب والناحية التانية يا مستر الماس بتاعتها 8.4 over 16 وهتطلع ب 0.52 مول. كل ده مول وهنا مول. طب بعد كده بجيب المولار ريشيو. المولار ريشيو يا مستر اسلام؟ قلنا النمبر اوف مول اللي احنا لسه جايبينها اللي هي 0.149، وهنا اهوت برضو نفس الكلام 0.525 over smallest one. مين smallest one؟ ده smallest one، يبقى 0.149، وهنا برضو نفس الكلام 0.149. ده اصغر واحد موجود عندنا. ده هيروح مع ده هيتبقى لك واحد، وده هيروح مع ده هيتبقى لي 3.5. جينا اتفقنا لو لقينا اي ديسيمال موجود بنعمله ملتبلاي 2، فده هيطلع ب 7. وهنا لازم اعمل كمان ملتبلاي 2
علشان ما ينفعش اعمل ملتبلاي 2 في منطقة واسيب التانية، فلازم احط هنا 2. يبقى كده السي ال في منها 2 والاو في منها 7، يعني الاجابة الاولانية. تمام يا شباب. يلا نكمل. بيقول لك 16 sample of hydrated copper sulfate having formula D was found to contain 36.07% water. Write the complete molecular formula of these hydrate. من عينيا الاتنين يا مستر اسلام. والله انت بتقول لي ان انا عندي 36.07% ده ووتر، صح الكلام؟ صح الكلام. طب الووتر ده اللي هو ايه؟ اللي هو اكس H2O، مش دي كده كمية المية كلها؟ على الكومباوند كله اللي هو CuSO4 دوت XH2O باي 100. انت كده ده البرسنتج بتاعتك. طب ما تيجي نعوض بالارقام احسن. يلا. الووتر هتبقى 2 باي 1 بلس 16 يعني 18، يبقى انت عندك هنا 18 اكس. طب وتحت عندك 63.5 وعندك 32 وعندك 64. ايه ال 64 دوت؟ اللي هو 4 باي 16. تعالى اكتبهم لك. 63.5 بلس 32 بلس 4 باي 16 اللي هو 64. ممتاز. بلس انا عندي اكس ودولت ب 18، يبقى انت عندك 18 اكس 18 اكس. طب وبعد كده مستر اسلام اعمل ملتبلاي 100. خلي بالك ان ال 100 دي ملتبلاي في اللي فوق. يلا 36.07%. شايف الرقم ده؟ هنعمله ملتبلاي في اللي تحت اللي هو الارقام دي كده كلها. ماشي. خلينا نمسح الرقم ده الاول علشان نكمل عليه. يلا. يبقى انا دلوقتي لو عايز اطلع الاكس هعمل ايه؟ هخلي الاكس في طرف لوحدها، فهاخد الرقم دوت اللي هو 36.07 اعمله ملتبلاي في كل الارقام دي. طب واللي فوق 100 باي 18، فساعتها هيبقى عندك 100 باي 18 اللي فوق اللي هو كروس ملتبليكيشن يعني، فساعتها هيبقى 1800 اكس هتيكوال. تعال نمشي معايا واحده واحده بقى كده. يلا. هناخد ال 36.05 نعمل دولت بلس ونعمله ملتبلاي فيهم، فهيطلع رقم كام؟ ما تتخضش من الارقام. 5753.165 بلس 18 باي الرقم اللي هو 36.7 دوت هيطلع بكام؟ هيطلع ب 649.26 وده اكس جنبيه. هيكوال كام يا مستر في الاخر؟ احنا قلنا هيكوال 1800. خلاص. طيب انا عايز بقى اظبط الايكويشن بتاعتي. انا كده عندي قانون واحد، فهاخد دي اوديها الناحيه التانية باوبوزيت ساين اهو. هاخد دي اوديها الناحيه التانية باوبوزيت ساين يعني بالنيجاتيف، فهتبقى بالشكل دوت 1800 ماينس الرقم ده هتطلع بكام يا مستر؟ والله هتطلع ب 115.0.74x ايكوال الرقم الجميل اللي قدامك ده 5753.165. انا لو عايز الاكس هاخد ده بالديفايد تحت هنا، فساعتها الاكس هيطلع بكام؟ ب 4.9 يعني approximate 5. يبقى الاجابه دي تبقى الاجابه دي. تمام. يا ريت نمشي واحده واحده في البروبلم ديت ونشوف الارقام اللي المستر عملها. خلي بالك ان انت لازم تجمع دولت على بعض. طبعا مش هينفع اجمع ال 18 اكس لان انا معرفش الاكس بكام، بس انا هجمع 63.5 32 64 واعملها ملتبلاي 36.07. تمام يا شباب. تعال نمبر 17. ايثانول has the formula C2H5OH. انا عايز البرسنتج باي ماس. what is the oxygen content of ethanol. طبعا دي بقى سؤال سهل مش محتاج مننا ان احنا نضيع فيه وقت. انت هتعمل البرسنتج عادي خالص. انا كل اللي عليا هقول لحضرتك الاجابات بتاعتك. والله انت عندك اول واحدة هتطلع 34.7 يعني approximate 35، وتاني واحدة هتطلع 52.1 في approximate 52، وتالت واحدة هتطلع
13 عند حضرتك. تمام. تعالى 18. A bottle of a tile cleanser contains 135 gram of HCl and 77.5 gram of water. What is the percent by mass of HCl in this cleanser؟ خليني اقول لحضرتك على معلومة صغيرة، ان انت علشان تجيب البرسنتج بتاعت اي حاجة بتعمل ايه؟ بتاخد الصغير على الكبير وتعمل ملتبلاي 100. فانت لو عايز تجيب البرسنتج بتاعت ال HCl، ففين ال HCl اللي عندك؟ 135. طيب فين التوتال بتاعك؟ قال لك التوتال هو 135 بلس 775 وتعمل ملتبلاي 100. ده التوتال. في ناس بقى تعمل ايه؟ تروح تعمل ديفايدد 775 بس، وده غلط. لازم تعمل التوتال يا صديقي. تمام. فبالتالي هيكون عند حضرتك الإجابة 14.8. تعالى في نمبر 19. بيقول لك والله بيقول لي compound with a relative formula mass of 84 is composed only. ده المولر ماس بتاعي of hydrogen and carbon بس. حلو. بيقول لك the compound is found to contain 85.6% carbon 14.4% hydrogen by mass. خلاص، ده سؤال زي السؤال بتاع الكلورين والأكسجين، وهنا هيدروجين، واروح عامل اللي اتعلمناه في السنتر واكتب number of moles، واجي هنا هوت كده اقول له الكربون بكام البرسنتج؟ 85.6 على 12. طب وده هيطلع بكام؟ هيطلع ب 7.1. 7.1. طب والهيدروجين البرسنتج 14.4 على ال1، يعني هتطلع ب 14.4. طب وبعد كده هجيب حاجة اسمها مولر ريشيو. المولر ريشيو بتاعت حضرتك يا مستر اللي هي النمبر اوف مولز اللي احنا لسه حاسبينها دي، تنزل زي ما هي فوق اهي على سمولست 1، يعني 7.1 و 7.1. ده سمولست 1، ده هيروح مع ده هيتبقى 1، ده هيروح مع ده هيتبقى 2. يبقى انا كده الامبيريكال فورميولا بتاعتي هي C2 C1 انا اسف C1، خلينا نمسح عشان محدش يتلخبط، C1 H2. ده الامبيريكال فورميولا. انا عايز الايه يا مستر؟ انا عايز الفورميولا بتاعت الكومباوند كله. يبقى لازم اعمل ايه؟ يبقى لازم اجيب النمبر اوف يونتس. تعال نجيب النمبر اوف يونتس. يعني النمبر اوف يونتس بتساوي المولر ماس بتاعت الكومباوند اللي هي 84 على المولر ماس بتاعت الراجل الطيب ده اللي هو الامبيريكال. طب ما ده ب 12 وده 2 باي 1 يعني 14، فبالتالي هتطلع نمبر اوف يونتس 6 يونتس. يبقى الفورميولا بتاعتك اللي هي الموليكولار فورميولا بتاعتك هتساوي 6 باي 1 يبقى C6، 6 باي 2 يبقى H12. ودي الإجابة بتاعت حضرتك، الإجابة الأولانية. يلا 20. Sample of home used vinegar contains 6% acidic acid. Find the mass of acidic acid in 600 gram of vinegar. طيب ما انت معاك البرسنتج اللي هي 6%، انت عايز الماس صح الكلام؟ ومعاك السامبل كلها اللي هي 600 باي 100. خد ال 600 باي 6 ديفايدد 100، يعني ده بقى ده وده 6 باي 6 تطلع 36. تمام. يلا السؤال اللي بعده اللي هو 21. Chemist wants to track carbon content in the air around the industrial area. He takes a sample for air weighing 7.5 gram to examine. حلو. For carbon containing compound. Among his results, he found the carbon dioxide content to be 0.005 gram. Calculate the percentage composition. خلاص، ما هو دي يا مستر اسلام دي سهلة جدا، اللي هي لو انت عايز البرسنتج بتاعت الكربون كومبوزيشن هتاخد الماس اوف كربون 005 على الماس اوف سامبل 7.5 وتعملها ملتبلاي 100. فالإجابة بتاعت حضرتك هتطلع كام؟ هتطلع ب 0.66 اللي هي 0.67. تمام.
تمام يا مستر. تعال نكمل مع بعضينا. بيقول لك what is the mass of oxygen in 21.9 gram of maltose. write your answer. هنا السؤال ده اتكرر، بس كان الكومباوند مختلف. اتكرر فين يا مستر؟ اتكرر هنا يا شباب اهو. بتروح الاول تجيب الماس برسنت بتاعت الاكسجين جوه الكومباوند عادي، تمام. وبعد ما بتجيب الماس برسنت جوه الاكسجين جوه الكومباوند بتاخد البرسنتج تعوض فيها في الاولاني ده اللي هو البرسنتج اوف اوكسجين ماس على التوتال سامبل، تمام. يبقى انت هتروح الاول تجيب الماس برسنت جوه الكومباوند ده عادي اللي هو البرسنتج اوكسجين هتساوي 11 باي 16 وتكتب الكومباوند تحت اللي هي 12 باي 12 بلس 22 بلس 11 باي 16. متنساش تحط البراكتس بتاعتك باي 100. هيطلع لك البرسنتج. طلعت البرسنتج بكام؟ طلعت البرسنتج ب 51.46%. طب وبعد كده يا مستر خلاص هستخدم بقى ال 51.46% equal mass of oxygen في السامبل اللي هي 21.9. كل ده باي 100. هتاخد ده باي ده divided ال 100 تطلع لك الماس اوف ايه؟ اوف سامبل اللي هي تطلع بكام يا مستر؟ الماس اوف سامبل ديت اللي هي تطلع ب 11.3. تمام. تعالى لي هنا 23 بيقول لك sample of salty water weighing 65 gram containing 1.84 gram of potassium chloride. calculate the percentage بتاعت البوتاسيوم. خلاص يا مستر دي سهلة جدا ومش صعب. هاخد ده over ده باي 100 بس كده. بس كده يا سيدي. خش 25 23 قصدي 24 انا اسف. يلا to 1 decimal place calculate the oxygen content of water molecules percentage. يا عم الحاج مش انت كده كده عايز الاكسجين؟ عايزه فين؟ في الووتر. طب ما الووتر فيها واحدة بس يعني 16 والووتر 2 باي 1 بلس 16 باي 100 وشوف هتطلع بكام. تمام. الإجابة هتطلع ب يا الله 88.8%. تمام يا شباب. 25 قبل ما نخش في 25 نصلي كلنا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نكمل. 25 عند حضرتك بيقول لك ايه في 25 دي 24 دي 25 اهي. بيقول لك ايه 10 جرام sample of silicon carbide is found to contain 3.0 جرام of carbon. كلام جميل يا مستر مفيش مشاكل. What is the percentage composition of silicon carbide؟ طيب ما انت عايز البرسنتج كومبوزيشن بتاعة الكربون والسيليكون. حاضر ادي البرسنتج بتاعة السيليكون تساوي السيليكون بكام؟ هو جه قال لك ان هو found to contain 3 جرام of carbon وهي 10 جرام يبقى السيليكون ب 7 جرام على 10 باي 100. طيب لو عايز تجيب الكربون هيبقى عندك حضرتك الكربون 3 جرام على 10 باي 100. سؤال سهل جدا وهتطلع اجابته بطريقة بسيطة فيطلع 30 و70%. هنا 26 بيقول لك ايه في 26 compound contains only the elements X and Y. sample of compound with a mass of 12.5 gram is found to contain 6.5 gram of X. What is the percentage composition of this compound؟ يعني انت عايز ال X وال Y. اسيبها لكم بقى اسيبها لكم. يبقى انت هتاخد ال 6 اللي هو 6.5 over ال 12.5 باي 100 وبعد كده تجيب الواي. مش هي كده كده كلها 12.5 ودي 6.5 يبقى الواي بكام؟ الواي ب 6. ليه؟ ما هو 12.5 minus 6.5 يديك الماس اوف واي وتجيب البرسنتج. نفس الكلام هنا. what is the percentage composition بتاعت الكالسيوم كربونيت؟ هتروح تعمل البرسنتج بتاعت الكالسيوم بتاعت الكربون بتاعت الاكسجين كل حاجة على حدة. وقف الفيديو وروح حلها وتعالى قول لي الإجابة. طب الإجابة تبقى كام؟ الإجابة تبقى 40% 12% 48%.
fill in the blank in a gaseous compound composed of hydrogen, nitrogen. The percentage composition of nitrogen could be expressed. طيب ما انت عايز النيتروجين يبقى البرسنتج، يبقى الاتوميك ماس بتاع النيتروجين على الموليكولار ماس بتاعت الكومباوند كله. الإجابة تطلع سي 29. 29 دي أنا فاكرها، إكس دي لما بتيجي لفينا على نفسنا لفة حلوة لو تفتكروا. فين يا مستر؟ فين أهي الأرقام الكتيرة أوي دي. يلا بينا، جاهزين يا مستر. بيقولك 29 vanadium compound has molecular formula VXO3 wherein X is a whole number. If the percentage by mass of vanadium in vanadium oxide دوت VXO3 is 68%. What is the value of X؟ الأمر سهل وبسيط إن شاء الله. يلا بينا. مش أنت كده عندك البرسنتج بتاعت الفاناديوم هي 68؟ قال لك طب ما يبقى كده هنكتب الفاناديوم فوق، صح ولا غلطان؟ صح. اللي هو الفاناديوم بكام الواحدة؟ 51، يبقى 51 باي اكس اوفر هيبقى 51 اكس بلس الاكسجين 3 باي 16 يعني 48 واقول باي 100. ساعتها هتاخد ده تعمله ملتبلاي هنا وده ملتبلاي هنا اهو وتحل عادي خالص يا صديقي. بص كده يطلع معاك كام؟ 51 باي 100 هتطلع 5100. صح الكلام؟ 5100 يعني اكس هتساوي هنا يا مستر اسلام هتساوي كام اكس؟ هتطلع معايا 3468 لما تضرب 51 في الرقم ده وده اكس بلس طب 48 باي الرقم 3264. انا عايز ايه؟ انا عايز الاكس في طرف، فهاخد دي اوديها الناحية التانية هنا اهو. هتطلع بكام يا مستر اسلام؟ هتطلع ب 1632 اكس هتساوي 3264. انا عايز الاكس اخد ده بالديفايدد الناحية التانية، هتطلع الاكس عند حضرتك بكام؟ ب2. دانس يا شباب. اتمنى من الله تركز في المسائل اللي بتيجي. بيقول لك which of the following statements is the best description of percentage composition of a compound. حاضر. هتقول له ان الماس of each element found in one mole of the compound as percent of the total molar mass of the compound اللي هي الإجابة دي. بيقول لك compound contains elements hydrogen and oxygen when 30 gram of the compound decomposed فطلع لك 13.3 جرام of hydrogen. hydrogen remains. Determine the percentage composition of oxygen. طب ما دي سهلة خالص يا مستر اسلام. انت عايز البرسنتج كومبوزيشن بتاعت الاكسجين. طب مش تعرف الاكسجين بكام الاول؟ مش هي السامبل 30؟ هيبقى تقول لي 30 ماينس 13.3 ده الاكسجين اللي هي 30 ماينس 13.3 على التوتال اللي هو 30 وتعمل باي 100 يروح مطلع لك الاجابة على طول. 32 thymine is one of the nitrogenous bases used in building of DNA. If you know that its molecular formula هو ده which element has the lowest percent يبقى احسب percentage للكربون percentage هيدروجين نيتروجين اكسجين واللي يطلع اقل واحد هو اللي هختاره وهو الهيدروجين. 33 How many grams of carbon dioxide gas contain 13.3 gram of oxygen؟ the indirect problem. يعني هروح اعمل ايه؟ هعمل ريليشن يا مستر وهقول له كربون دايوكسيد جاز هي الريليشن ما بين مين ومين؟ ما بين الجيفن والريكوايرد. how many grams of carbon dioxide يبقى ده الريكوايرد CO2 هيطلع منه 13 جرام اكسجين. هيطلع كام اكسجين؟ طلع 2 O طلع 2 اكسجين 2 ايه؟ اكسجين
بعد كده الريشيو، هنا 2 مول وهنا 1 مول. بعد الريشيو التحويلة. طب وبعد التحويلة هنا دي ماس. طب وهنا جرامز، يبقى كله ماس. 2 باي 16 يعني 32 جرام. طب والناحية التانية 44 جرام. بعد التحويلة بعمل الجيفن بتاع حضرتك 13.3 هيطلع قد ايه، واعمل كروس مالتيبليكيشن وخلاص كده خلصت. تمام. تعالى لي هنا اهوت في المسألة دي، وتقريبا دي مسألة مجعلصة جامد جدا، فكلنا بالله عليكم نركز في الكلام. هي الإجابة هتطلع كام يا مستر؟ الإجابة هتطلع مع حضراتكم 18.3 في السؤال اللي فات. تعالى هنا اهو بيقول لي a certain amount of sulfuric acid is added with water to reach percentage by mass of 50%. يعني احنا خففناه من المية فوصل ل50%. ماشي. Find the amount of added water to the nearest gram. انا عايز اعرف الكمية اللي احنا ضفناها قد ايه. If you know that ان ال original percentage by mass of the acid was 92%، يعني البرسنتج بتاعت ال H2SO4 كانت 92%، والماس بتاعته التوتال الاوريجينال 233 جرام. طبعا ده سؤال من الاسئله الصعبه جدا، اللي محتاجه تركيز. تمام. فعايزكم تركزوا معايا بعد اذنكم. يلا بينا يا مستر، نقول بسم الله. تعالى معايا وركز قوي 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 قوي. انا هكتب بالازرق عشان انا بحب الازرق. يلا بينا. بص يا سيدي، مش انت قلت لي ان انا عندي 92% من ال H2SO4؟ يعني قصدك تقول لي ان ده الماس بتاع السلفيوريك اسيد H2SO4 على ايه؟ على التوتال اللي هو مين؟ اللي هو 233 صح؟ باي 100، مش دي 92؟ دلوقتي اقدر اجيب الماس بتاعت ال H2SO4، يعني لو عملت multiply divided 100 هيديك الماس صح كده؟ يبقى الماس of H2SO4 هتساوي، هعمل ده باي ده divided 100 طلعت لي 214.36 جرام. طب ده كلام ممتاز جدا. انا كده جبت الماس بتاعت ال H2SO4. خليني اقول لحضرتك على معلومه ان الماس مش هتتغير لما انت تعمل ديليوشن، لما انت تعمل تخفيف هتفضل الماس هي. بمعنى لو جبت 10 معالق سكر وحطيتهم في كوبايه ميه صغيره دوبتهم كويس، رحت واخد كوبايه الميه الصغيره ديت حطيت عليها ميه كتير بقى، هل 10 معالق سكر هيقلوا؟ طب هيزيدوا؟ ولا اي حاجه، هم هيتخففوا بس، ولكن الماس بتاعتهم هتفضل ثابته. لذلك الماس بتاعت ال H2SO4 مش هتتغير، هتفضل ثابته. تمام. طب تعالى نستغل الرقم التاني اللي هو ال 50%. ال 50% دوت هيساوي ايه يا مستر اسلام؟ قال لك هيساوي الماس بتاعت H2SO4 214.36. بس انا دلوقتي معرفش التوتال ماس، فانا هنا اهوت هقول ايه؟ هقول ماس اوف H2SO4 بلس التوتال ماس بتاعت الووتر. هنا كان الماس برضو بتاع ال H2SO4 مع الماس بتاع المية، بس هو ادهاني، هنا ما ادهانيش، وهقول باي 100. طب لحظة كده يا مستر، مش انت الرقم ده معاك؟ طب ما تضيفه. بكام هو الرقم ده يا مستر اسلام؟ قالك ب 214.36. كده ناقصك مين؟ ناقصك التوتال ماس بتاعت الووتر. التوتال ماس بتاعت مين؟ الووتر. طب تقدر تجيبها؟ هقدر اجيبها. هاخد ال 50 اعملها ملتبلاي الرقم ده وملتبلاي التوتال ماس بتاعت الووتر، ودولت في بعض اليمة التانية من الايكوال. تيجي نشوف. تعال نشوف. هتبقى بالشكل ده بالظبط. 214.36 بلس الماس بتاعت الووتر، التوتال ماس بتاعت الووتر اوف H2O هتساوي، شايف ده في ده اوفر ال 50 214.36 باي 100 اوفر ال 50. طيب ما انا عايز الماس بتاعت الووتر اجيبها ازاي؟ اخد ده اوديه اليمة التانية باوبوزيت ساين،
اخد ده اوديه اليمة التانية بأوبوزيت ساين، يعني بالنيجاتيف. طيب يا مستر يلا بينا نكمل. فساعتها الماس of H2O احسبها يا باشا انت بقى، حط دول في فراكشن وقول ماينس، وقول ماينس 214.36. هيطلع لك الماس اوف ووتر كام؟ الماس اوف ووتر 214.36 جرام. ده الماس بتاعت المية، بس دي اسمها توتال ماس اوف ووتر. توتال ماس اوف ووتر، صح؟ طب يا مستر ده التوتال، انا مش عايز التوتال، انا مش عايز التوتال، انا عايز اللي احنا هنضيفه. يعني هو هنا هو في الحتة دي كان في قد ايه من المية وضفنا قد ايه، يبقى في ال 50% وصل عندي 214.66 جرام من المية. طب في ال 92 كان عندي قد ايه من المية؟ طب دي انا اجيبها ازاي يا مستر؟ تعالى معايا واحدة واحدة. بص يا صديقي، هقول البرسنتج of H2O before dilution، قبل ما نعمل تخفيف. طب وانا اعرفها منين؟ قال لك دي بسيطة، مش انت كده كده عايز الماس تبقى الماس اوف ووتر H2O على التوتال اللي هي الاوريجينال ماس 233 جرام. قال لك باي 100. البرسنتج دي تبقى بكام؟ مستر مش انت كده كده اصلا ال H2SO4 البرسنتج بتاعته كانت 92. يبقى المية البرسنتج بتاعتها 8%، اللي احنا هنكملهم يبقوا 100%. صح الكلام؟ قال لك يبقى انا عارف البرسنتج دي ولا مش عارفها؟ عارفها يا مستر. يعني هنا هو دي هتبقى 8% قصدك. ايوه، وهنا هو الماس اوف H2O. تمام. على لحظة، يلا هنا هو الماس اوف H2O. طب وتحت 233 باي 100. كده انت هتجيب الماس بتاعت المية قبل التخفيف. فالماس بتاعت الوتر قبل التخفيف هيبقى 233 باي 8 اوفر 100. فانت كده جبت الماس اوف H2O قبل التخفيف. طب يا مستر اسلام الماس قبل التخفيف طلعت بكام؟ طلعت ب 18.64 جرام. طيب اذا كان قبل التخفيف كان بده وبعد التخفيف كان بده، يبقى انت ضفت قد ايه ميه؟ يبقى انا كان عندي ميه 18 جرام، ضفت ميه وصلت ل 214، ماينس الاتنين مع بعض هيدي لك الادد ووتر. ادد H2O هتساوي 214.36 ماينس 18.64، وتشوف هتطلع ب 195.72 اللي هو approximate 195 196 على طول بقى. تمام كده يا شباب؟ في مشكلة؟ اتمنى من الله مسألة زي ديت نقعد ونركز فيها قوي 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 ونكتب الستبس بتاعتها. يلا صوروها. برافو عليكم. يلا نكمل بقية أسئلة. يبقى كده الإجابة بتاعتي هتبقى دي 35. A sample of compound composed of only elements X and Y. حلو أوي الكلام. Has a mass 50 gram. After elemental analysis it is shown that in the sample contains 45 gram X وأكيد 5 جرام من ال Y. أنا عايز بقى الماس برسنتج بتاعت الإكس. خلاص هيبقى 45 over 50 multiply 100 تطلع 90%. Cytosine is a biomolecule. تمام يا مستر. That has the C4H5N3O chemical formula. Which of its elements has the highest mass؟ يبقى هجيب البرسنتج بتاعت كل element لوحده. برافو. تمام. وبكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا الجزء دوت خالص، وبفضل الله هنخش على البارتيشن التاني عندي اللي هو بيتكلم عن ايه يا مستر؟ بيتكلم عن الامبيريكال فورميولا. الامبيريكال فورميولا. جاهزين يا شباب للامبيريكال فورميولا؟ جاهزين يا مستر؟ يلا بينا ونقول بسم الله. بيقول لك
طبعا مكتوب عند حضرتك هنا الامبيريكال فورميولا. what is the molar the number of empirical formula of units ده. طيب يا مستر ما تعالى شوف ده بيقبل الديفيجن على كام؟ بيقبل الديفيجن على 6. عشان يبقى CH يبقى النمبر اوف empirical formula 6. what is the chemical formula for compound with a molar mass 28 ده. انت عايز ايه؟ انا عايز الكيميكال فورمولا. حاضر، جيب النمبر اوف يونتس وانت تعرف على طول. عندك هنا اهوت المولر ماس بتاعت الكومباوند 28، المولر ماس بتاعت الامبيريكال 12 بلس 2 اللي هي 14، يبقى في منها 2 يونتس، يبقى 2 باي سي يبقى C2H4. تعالى deduce the empirical formula of compound that contains 3 elements A, B, C in equal mass percent. هما التلاتة equal mass percent، يبقى البرسنتج بتاع ده بكام وده بكام وده بكام؟ مستر مش هما التلاتة equal mass percent؟ يبقى خد ال 100% اعملها divided ال 3 تطلع معاك 3.33%، 33.33. أنا آسف. تمام؟ فبالتالي نيجي بقى نقول A B C ونروح عاملين الطريقة بتاعتنا اللي بنحل بيها في السنتر، ونقول number of moles هيساوي هنا 3.3 وهنا 33.3 وهنا 33.3. تعالى لي بقى واحدة واحدة. ال A المولر ماس بتاعتها بكام؟ ب 10، وال B المولر ماس بتاعتها بكام؟ ب 20، وال C المولر ماس بتاعتها بكام؟ ب 30. واقعد اكتب بقى الأرقام بتاعتك هنا اهوت، هتطلع ب 3.33 مول. طب وهنا اهوت هتطلع ب 1.66، وهنا اهوت هتطلع ب 1.11. طب انت عايز ايه برضو؟ انا عايز اجيب النمبر المولر ريشيو. مولر ريشيو باخد النمبر اوف مولز اللي هي 3.33 وهنا 1.66 وهنا 1.11 واعملها ديفايد السمولست 1. هنا 1.11 1.11 1.11 مش ده smallest number of moles، تطلع هنا ب 1، وهنا 1.66 عليها تطلع ب 1.5، وهنا اهو تطلع بكام؟ ب 3. خليني اقول لك طالما ظهر هاف هنا 1.5 يبقى لازم اعمل ملتبلاي 2 في كله، يبقى ده هيتعمل ملتبلاي 2 فيبقى ب 6، وده هيتعمل ملتبلاي 2 فهيبقى ب 3، وده هيتعمل ملتبلاي 2 فهيبقى ب 2. تمام؟ فكده عند حضرتك ال A في منها 6، ال B في منها 3، وال C في منها 2. تمام يا بيه؟ تعال نخش على نمبر 4. بيقول لك nitrogen oxide compound is composed of 25.9% nitrogen and 74.1% من الأكسجين. صح؟ deduce the empirical formula ده. طب يا مستر اسلام ما هو كده كده نفس الكلام اللي احنا كنا شغالين عليه وده اخدناه في الكتاب، صح؟ هتعملها بنفس الطريقة وتاخد 25.9% على ال 14 وتاخد 74.1% على ال 16 وتبدأ تحل عادي خالص تطلع الامبيريكال. تعالى في نمبر 6 بيقول لك hydrocarbon contains 0.1 mole of carbon and 0.4 mole of hydrogen deduce الامبيريكال فورميولا. طب ما ده سهلة جدا يا مستر، النسبة ما بينهم كام لكام؟ ها؟ والله يا مستر النسبة ما بينهم هنا هو 1 ل 4، صح؟ فبالتالي هتبقى CH4. طب انا مش عارف اعملها كده. قال لك بسيطة، مش انت عندك كربون وهيدروجين؟ قال لك انت عايز انا مديك النمبر اوف مول، يعني مديك الخطوة الاولى، يبقى انت هتجيب المولر ريشيو على طول. المولر ريشيو يا مستر هجيبها ازاي؟ النمبر اوف مول اللي انا مديها لك على السمولست 1 اللي هو ده على ده هيروح ب 1، و0.1 هنا هو ده على ده هيبقى ب 4، هيبقى الكربون فيه 1 والهيدروجين فيه 4. بيقول لك an organic compound has a molar mass number 8 has a molar mass 150 gram per mole and the empirical formula CH2O. If the molar mass of CH2O is 30 gram per mole what is the molecular mass؟ الراجل ده جدع جدا يا جدعان. ليه؟ ده راح اداني المولر ماس بتاعت الامبيريكال واداني المولر ماس بتاعت الكومباوند، فبالتالي انا هاخد المولر ماس بتاعت الكومباوند على المولر ماس بتاعت الامبيريكال واجيب النمبر اوف يونتس، صح؟ هتطلع ب 3 يونت،
ساعتها هاخد السي اعملها ملتبلاي الراجل الطيب دوت اللي هو السي اتش 2 او، هتبقى سي 3 اتش 6 او 3. صح وخلصت. تعالى هنا اهوت مش هتطلع ب 3 انا اسف، هتطلع ب 5، فهتبقى 5 وهنا اهوت هتبقى 10 وهنا اهوت هتبقى 5. تمام يا شباب. هيبقى الإجابة دي 150 على 30 فيها ال5. تعال نشوف نمبر 7 دي بتتكلم بتقول ايه. بيقول لي determine the molecular formula of compound that contains the following elements using data shown in the table knowing that 204 gram of this compound is equal to 2 moles. حلو، يعني انا عندي هنا هوت اول معلومه ان دوت مش المولر ماس. امال ده ايه؟ لا ده الماس بتاعت 2 مول، انما المولر ماس بتاعت 1 مول. طيب ما هو انت لو عندك 2 مول يا صديقي الماس بتاعتهم 204، يبقى الواحد مول الماس بتاعته قد ايه؟ 102 جرام. صح الكلام؟ قال لك دي بقى اسمها مولر ماس. يبقى انا كده استفدت بمعلومه. طب انت عايز ايه بقى؟ انا عايز الكومباوند ده المولكيولر فورمولا بتاعته ايه. طب انا اجيبها ازاي يا باشا؟ الومنيوم في صفك، اكسجين في الصف التاني، احسب نمبر اوف مولز يدي لك هنا اهو 52.9 على ال 27 اهي ال 27 اهي، وهنا اهوت 47.1 اوفر ال 16. طب ده هيطلع بكام يا مستر؟ قال لك هنا اهوت هيطلع ب 1.95 1.95. طب وهنا هتطلع بكام يا مستر؟ 2.9 2.9 مول. بعد كده هجيب مولر ريشيو. طب والمولر ريشيو يا مستر؟ قال لك المولر ريشيو بتاعت حضرتك النمبر اوف مول اللي احنا لسه حاسبينها 1.95 وهنا 2.9 على سمولست 1 1.95 و 1.95. دي مع دي هتساوي 1. طب دي مع دي هتساوي كام؟ قال لك هتساوي 1.5. حلو قوي. تعالى لي واحده واحده. ينفع يبقى فيه ديسيمال 5؟ لا. ديسيمال بوينت 5 يعني؟ لا. يبقى لازم اعمل هنا ملتبلاي في 2 عشان تبقى ب 3، واعمل هنا ملتبلاي في 2 عشان هتبقى ب 2. فكده عندك الامبيريكال فورمولا Al2O3 Al2O3. اروح اختار؟ لا استنى، مش لازم تجيب النمبر اوف يونتس الاول يا بيه. نمبر اوف يونت. قال لك اه يا مستر صح. يلا النمبر اوف يونت. مولر ماس بتاعت الكومباوند فين دي؟ اللي هي 204. لا انا بقول مولر ماس. مولر ماس اللي هي 102 اللي انت لسه جايبها، اللي هي الماس اوف 1 مول. الماس اوف 1 مول على المولر ماس بتاعت الامبيريكال. فين الامبيريكال؟ اهي اللي هي 2 باي 27 بلس 3 باي 16. كل ده هيساوي كام؟ هيساوي 1 يونت. يبقى المولكيولر فورمولا هي الامبيريكال فورمولا، يعني الإجابة Al2O3. تمام يا شباب. أتمنى من الله إنها تكون مفهومة. تقريبا كده احنا معندناش حاجة صعبة إن شاء الله تاني. Oxalic acid is an organic compound found in many plants including rhubarb. rhubarb ده نوع من أنواع النباتات. تمام. It is found to contain 26.7% carbon, 71.1% oxygen, with the rest being hydrogen. If the molar mass of oxalic acid is 90 gram, what is the molecular formula؟ نفس الكلام اللي كنا بنعمله. مش انت كده كده يا صاحبي عندك كربون واكسجين وهيدروجين؟ قال لك اه يا مستر اسلام. طالما عندك كربون واكسجين وهيدروجين كده كده هتلغي ده وهتلغي ده، مش هينفع يكونوا موجودين اصلا. صح؟ فانت بتختار ما بين ده وما بين ده. يلا جاهز؟ جاهز يا مستر. والله يا مستر هنروح عاملين نمبر اوف مولز، ماس على مولر ماس، ماس على مولر ماس، ماس على اتوميك ماس. صح كده؟ هنا الكربون 26.7 على 12، هنا 71.1 على 16. طب والباقي هيدروجين، انا هجيب الباقي ازاي؟ هتجمع 71.1 على مع 26.7 وتماينسهم من 100. وتماينسهم من كام؟ من 100. هيبقى 2.2 ماشي اوفر 1. ده هيطلع ب 2.2. هنا هوت هيطلع الاكسجين 4.44 وهنا هوت هيطلع ب 2.2.
برضو ايوه برضو 2.2. بعد كده تجيب لي مولر ريشيو. طب المولر ريشيو دي بعملها ازاي يا مستر؟ ماس على مولر ماس، انا اسف، نمبر اوف مول على سمولست نمبر اوف مول. 2.2 هنا هو 4.44 وهنا هو 2.2 سمولست نمبر اوف مول 2.2 ده هيروح مع ده هيتبقى 1، ده هيروح مع ده يتبقى 2، ده هيروح مع ده يتبقى 1، صح كده؟ فهيبقى عندك C1O2H1، يبقى C1H1O2 عشان نبقى ماشيين بالترتيب. ده اسمه empirical formula، اوعى تروح تختارها، لسه هروح اعمل برافو النمبر اوف يونتس. المولر ماس بتاعت الكومباوند 90 جرام يبقى 90 على المولر ماس بتاعت الامبيريكال 12 بلس 1 بلس 2 باي 16 اللي هي هتطلع بكام يا مستر اسلام؟ تطلع ب 45. تطلع بكام؟ 45. فيبقى عندك 2 يونتس، يبقى 2 ملتبلاي الرقم ده الكومباوند ده اهو CHO2 هيبقى C2H2O4، يبقى الإجابة دي تمام. يلا نمبر 10 نفس الفكرة بنفس كل حاجة هنعملها تمام. تعال نمبر 11، يلا انت ساعد نفسك فيها. نمبر 11 the number of carbon hydrogen oxygen atom in molecule are in the ratio دي 262. what is the empirical؟ مع الامبيريكال بسط دي هيبقى 2 divided 2 ب 1 3 1، فالامبيريكال 1 2 3 2 1. هنا sodium chloride has an empirical formula NaCl. what is the formula mass of sodium chloride؟ حاضر، مش ده الامبيريكال بتاعك NaCl وهو ده ابسط حاجة عند حضرتك اصلا، فهيبقى هو ده تمام اللي هو 58.5. فانت لو تاخد بال حضرتك ان هو ده ب 23 بلس 35.5. in an experiment mercury oxide is heated in a container producing oxygen gas and mercury in its pure elemental form. The results of experiment are shown below. In an experiment mercury oxide is heated in a container producing oxygen gas and mercury in its pure form. ماشي، انت عايز ايه؟ والله يا مستر انا عايز what is the oxygen gas lost. حاضر، مش ده الكونتينر فاضي؟ قال لك اه ده الكونتينر فاضي، حلو قوي. وده الكونتينر بتاع حضرتك اللي فيه ميركوري اوكسايد، اه ده كلام جميل. طب ما تجيب الميركوري اوكسايد. حاضر، يبقى الماس بتاعت الميركوري اوكسايد الماس بتاعته هتبقى بكام يا مستر؟ قال لك الماس بتاعته هتبقى 73.4 ماينس 30، فهتطلع عند حضرتك 43.4. صح الكلام؟ صح. ده كده الماس بتاعت مين؟ الميركوري اوكسايد. طب انا عايز الاكسجين بس، فساعتها حاضر يبقى الماس اوف اكسجين بس اللي هو 70.2. مش ده الماس اوف كونتينر؟ اه يا مستر. طب الماس اوف كونتينر مع مين؟ مع الميركوري. شيل من هنا الكونتينر هيتبقى لك كام؟ 40.2 صح الكلام؟ ماينس منها ال 43.4 جرام هتطلع لك ب 3.2 جرام. طبعا ده هنا وده هو اللي هنا، يعني ده هيتحط هنا عشان الماينس بس، هتطلع ب 3.2 جرام اكسجين تمام. طب كمل معايا. what is the mass of mercury produced؟ الماس اوف ايه؟ اوف ميركوري. طب ما يا مستر اسلام الماس اوف ميركوري هتبقى 70.2 ماينس 30 يعني 40.2، فتبقى الإجابة اهي 40.2. أنا عايز الإمبيريكال بقى فورميولا for the compound of mercury oxide. حاضر، مش أنت عندك الميركوري Hg وعندك الأكسيد O؟ أهو يا مستر، يلا جيب لي النمبر اوف مولز. الميركوري الماس بتاعته بكام؟ احنا قلنا 40.2، والاكسيد الاكسجين الماس بتاعتها بكام؟ قلنا 3.2. هنا اوفر 16 وهنا اهوت اوفر. والله يا مستر الميركوري بكام؟ الميركوري ب 201.
فالإجابة بتاعت حضرتك تطلع ب 0.2. طب وهنا اهو الإجابة بتاعت حضرتك تطلع ب 0.2 برضو. تمام. جيب لي بقى الريشيو، المولر ريشيو. حاضر. مع 0.2 على 0.2 هتطلع ب1، وهنا اهو 0.2 على نفسها برضو هتطلع ب1، ما ده سمولست 1 فتطلع HgO. 14. Which of the following molecules doesn't have same empirical formula؟ احسب الامبيريكال فورمولا بتاعت الكل. ده هتبقى CH2S، وده هتبقى CH2S. هنا في 3 مش هعرف ابسطها، فهي دي الوحيدة اللي مش هتبقى لها نفس الامبيريكال فورمولا. Sodium peroxide has the formula Na2O2. What is its empirical formula؟ NaO. انت بسط NaO. تمام. كمل معايا. نمبر 16 بيقول لي analysis of compound containing only carbon and hydrogen showed that ان compound is 96% carbon by mass. حاضر. لو ده هو بيقول لك فيه كربون وهيدروجين، ده 96% بس، يبقى ده 4% اكيد يعني، صح؟ if the compound molar mass 250 جرام per mole what is the molecular formula؟ الطبيعي بتاعنا كربون وهيدروجين. هنا هو number of mole 96 over 12 وهنا هو 4 over 1 هنا ب 4. طب هنا 96 over 12 تشوف هتطلع لك بكام، وتكمل بقى على هذا المنوع تجيب الريشيو وهكذا يا دكتورنا. ماشي، بسيطة جدا. بيقول نمبر 17 manganese is known to have several oxidation states in one oxide MnX(OY). حلو قوي، وركز معايا عشان الكلام ده هيبقى مهم. percentage composition of manganese ده find the molecular formula of the oxide given that its empirical formula is the same as molecular formula. يعني الامبيريكال هي الموليكولار، الامبيريكال هي الايه؟ الموليكولار. كلام جميل. يعني انا لو رحت جبت الامبيريكال يا مستر يبقى هي الموليكولار. طيب هجيبها ازاي؟ قال لك يا عم بسيطه يا عم، واحد الله. جيب المنجنيز وادي الاكسجين. اول حاجه عند حضرتك نمبر اوف مولز. طب الماس بتاعت المنجنيز 53.4. الماس بتاعت الاكسجين وانا اعرف منين؟ مش مدهاني. لا مدهاني. ازاي؟ انا باخد ده ماينصه من 100 علشان يديني 46.6. هنا المنجنيز بكام؟ ب 55 وهنا الاكسجين ب 16. ده هيطلع الفاليو بتاعته ب 0.97 وده هيطلع الفاليو بتاعته ب 2.9. بعد كده بجيب الريشيو بتاعت حضرتك بكام يا مستر؟ والله هنا اهو الريشيو بتاعتي هنزل نمبر اوف مول وهنزل هنا النمبر اوف مول 2.9 على smallest 1 0.97 وهنا 0.97. ده هيروح مع ده هيتبقى 1. طب ده هيروح مع ده هيتبقى كام؟ هيتبقى 3. يبقى انت عندك MN1O3. 18 at 200 degree a compound of silver oxide decomposes to metallic silver and oxygen. 69.6 gram of the silver oxide produces 64.8 gram of silver. ماشي. What is the empirical formula of silver oxide؟ لا ده انت محتاج تركز بقى هنا اهو. مش انت عندك السامبل كلها هي دي منها دوت سيلفر بس، يبقى الاكسجين بكام؟ يبقى الاكسجين ده هماينصه من هنا، صح؟ وبعد كده تقول لي ايه جي واكسجين نفس الكلام بقى number of moles. الماس بتاعة السيلفر بكام؟ لسه قايلين 64.8. طب والماس بتاعة الأكسجين بكام؟ لسه برضو قايلين إن إحنا هناخد 69.6 نماينس منها 64.8 يعني هتطلع معاك 4.8. هنا هو السيلفر بكام؟ ب 108 جرام برمول وده ب 16 وأكمل على هذا المنوال فهتطلع معايا AG2O. دانز يا مستر.
نمبر 19 بيقول لك chemical compound contain carbon oxygen و hydrogen. There are equal numbers of carbon and hydrogen atoms. The number of oxygen atom is twice the number of hydrogen atoms. حاضر خلاص، ما دي بسيطة دي. مش انت عايز النمبر اوف اكسجين twice النمبر اوف هيدروجين؟ هنا واحدة وهنا اتنين، يبقى دي ما تنفعش، وهنا واحدة وواحدة ما تنفعش. دي twice الوان، ودي twice التو برضه، يعني 4 دبل من التو، والتو هنا هو دبل من الوان بتاعت الهيدروجين. بس يا مستر هو عايز ايه؟ عايز امبيريكال ولا موليكولر؟ هو عايز امبيريكال، يعني ابسط حاجة، يبقى هي دي. تمام، يلا نكمل يلا نكمل. 20 sample of the black mineral hematite, an oxide of iron found in many iron ores, contains 34.97 gram of iron and 15.03 gram of oxygen. What is the empirical formula of hematite? حبيبي نعم يا مستر، مش هو بيقول لحضرتك هنا اهو انت عندك حديد وعندك اكسجين؟ يا مستر. طب ما يلا يا باشا بعد اذن سيادتك ونجيب له المولز، نمبر اوف مولز. الحديد الماس بتاعتها كام؟ 34.97 يا مستر على 56 يا مستر اسلام. تطلع بكام ديت؟ والله يا مستر تطلع ب 0.62 0.62. طب والاكسجين هنا اهو يا مستر؟ والله يا مستر الاكسجين 15.03 على 16 يا مستر، ساعتها تطلع ب 0.93 0.93. بعد كده هنجيب الريشيو. طب والريشيو بتاعتنا نجيبها ازاي؟ النمبر اوف مولز اللي احنا لسه حاسبينها على المولر، على السمولست نمبر اوف مول. هنا 0.62، طب وهنا 0.93، سمولست 1 0.62، فدي مع دي هيتبقى 2. طب ودي على 0.63 هيتبقى كام؟ هيتبقى 1.5. طب ما ينفعش يبقى في 0.5، يبقى هعمل ملتبلاي 2 هنا علشان تطلع في الاخر 3، وهنا هو طلعت ب1 صح، هعملها ملتبلاي 2 عشان في الاخر تطلع 2، فساعتها يبقى Fe2O3، يعني الاجابه B. كافين has chemical formula دي what is empirical formula؟ هنعمل divided tool كله، هيبقى C4H5N2O، الاجابه B. A student is attempting to calculate the empirical formula of chemical compound. They determine the ratio between the atoms of phosphorus and oxygen in the compound to be 1 to 2.5. طب ما هو ما ينفعش يبقى عندي ديسيمال، يبقى هاخد ده اعمله ملتبلاي 2 وهعمل ده كمان ملتبلاي 2، هيبقى عندك B2O5. Binary compound is produced by reaction of aluminium and iodine. What is empirical formula of this compound؟ aluminium. حاضر، ده بسيط ده. ليه؟ ما هو الالومنيوم يا مستر اسلام بوزيتيف 3 والايودين نيجاتيف 1، هبادل الارقام هيبقى AlI3. 24 What is the empirical formula of sample of fluorospar اللي هو فلورايد اور يعني contains 7.6 جرام of fluoride and 8 جرام of calcium. انت عايز ايه؟ الامبيريكال. حاضر، ما هو الامبيريكال بقى زي ما احنا ما اتعلمنا، الكالسيوم وادي الفلورايد، تروح عامل كده اهو، تجيب المولز، النمبر اوف مولز اللي هي الكالسيوم بكام؟ قال لك كالسيوم ب 8 جرام اوفر 40 اللي هي دي، وبعد كده الفلورايد 7.6 اوفر 19. تمام، وتحسب وتروح جايب الريشيو وهتطلع لك في الاخر CaF2، تطلع لك في الاخر CaF2 يا باشا. في مشكلة يا بيه؟ اتمنى من الله ما يكونش في مشاكل. ده كان 24. طيب تعالى هنا اهو نكتب 24 اهي. تعالى في 25 compound with the empirical formula C5H7NO2 has a molar mass اللي قدام حضراتكم ده. What is the molecular formula of this compound؟ حاضر، انت عايز الموليكولار فورمولا. طب ما احنا عشان نجيب الموليكولار فورمولا لازم نجيب النمبر اوف يونتس يا بيه، والنمبر اوف يونت يا بيه عند حضرتك هتبقى المولر ماس بتاعت الكومباوند اللي هي 339 على المولر ماس بتاعت الامبيريكال اللي هي 5/12
بلس 7 باي 1 بلس النيتروجين ب 14 بلس 2 باي 16. جمع ده كله وحطه تحت هنا اهو. تمام تمام يا مستر. دي كانت 25 تطلع بكام تحت؟ 113. يبقى النمبر اوف يونت هتطلع، والله النمبر اوف يونت يا مستر اسلام هتطلع ب 3. ماشي يا بيه. خد بقى ال 3 يونت واعملها ملتبلاي، ده هيطلع سي 15. 26. What is molecular formula of compound that has an empirical formula؟ ده and molar mass ده نفس الفكرة. هتاخد المولر ماس بتاعت الكومباوند تعملها divided المولر ماس بتاعت الامبيريكال، تطلع لك number of unit. خدها واعملها multiply الكومباوند ده. Ethylene is made of carbon and hydrogen atoms. It has molar mass of 28 gram per mole and contains 85.7% carbon. ماشي. تعالى بقى واحدة واحدة كده اهوت عشان نشوف determine empirical formula. حاضر. مش انت عندك المولر ماس دي؟ وهو بيتكون من كربون وهيدروجين. كلام جميل. الكربون بكام؟ 85.7. يبقى اكيد الهيدروجين 100 ماينس 85.7 صح؟ قال لك اللي هو هيساوي كام يا مستر؟ هيساوي 14.3. وهنا هو هتقول divided 12 divided 1 وتطلع النمبر اوف مولز، وبعد كده تروح تجيب الريشيو، تمام يا صديقي؟ بيقول لك 28 which of the following best describes the empirical formula؟ مين من دولت best describe؟ والله يا مستر اسلام simplest positive integer ratio of different types of atoms in compound. صح، لان هو بيعبر عن الريشيو فعلا. يبقى الاجابه دي. تمام يا دكتورنا؟ تمام يا مستر. يلا نكمل. A compound contains an unknown element X and has the empirical formula C3H9X. Analysis of the compound shows it contains 50% من الكربون. What is element X؟ مش انت عايز تعرف element X وعندك 50% من الكربون؟ طب ما يلا نشتغل على الكربون. كربون 3 باي 12 صح؟ مش دي البرسنتج على الكومباوند كله اللي هي 3 باي 12 بلس عندك كام هيدروجينة؟ 9 بلس الاكس اللي انا معرفوش واعمل ملتبلاي 100. هنا انا هجيب المولر ماس بتاعت الاكس، هشوف بقى المولر ماس دي بتاعت مين في ده كله واروح مختارها. تمام. هاخد بقى الرقم ده اللي هو 100 ملتبلاي الرقم اللي فوق ده اللي هو 3 باي 12 اللي هو هيطلع 36 واعمله ديفايدد 100. تمام. هنا هيطلع 36 و 9 45. هيبقى عند حضرتك 45 بلس الاكس ده اللي تحت. اللي فوق بقى يا مستر هيبقى 36 باي 100 يبقى 3600 اوفر ال 50. بس كده يا صديقي. وخد ده وديه الناحية التانية يطلع لك الاكس بكام؟ يطلع الاكس ب 27. يبقى فين ال 27 هنا؟ اهي ألومنيوم. دان كده. في مشكلة؟ أتمنى من الله ما يكونش في مشكلة.